وكأن نهائي اليوفا كاب، وكأن نهائي دوري ابطال اوروبا. شوف المتعه، وشوف تمركز ابو جبل، وشوف الوقفه مع اكرامي، وشوف العرضيه مع الزمالك، شوف قطع من قبل اخر مدافع ازاي. اذا جرأة عمرو زكي، اذا هدف الزمالك الممتع الاول يحسن شحاته. اذا اكثر من 70-80 الف متفرج، والله مناظر يا جماعه، وكأن نهائي كاس الاتحاد الاوروبي في 2008. تمشي كرة طويلة، انبي خطير، مختار مدرب عنده قراءة ماتش ممتاز، اشدنا بيه في الشوط الاول، ممكن في الشوط الثاني مهارة يا ولد، لكن في نفس ده ركله جزاء، ركله جزاء على نادي الزمالك. ممتاز فريق نادي انبي الان بركله جزاء ياخد حقه هو كمان. بص الترقيصة عاملة ازاي، محمد شعبان يا معلم وعبد الظاهر يا فنان. شوف الترقيصة طرقعه لوسط محمود فتح الله، ميس عليه، راح مرقصه، الايد موجوده، ركله جزاء 100 ركله جزاء 100. هل ممكن ينقذ الزمالك من هذه الركله ام ممكن عادل مصطفى، عادل وعبد الواحد وركله جزاء تضيع، ثم المتابعه جول، ثم الفول جول لصالح نادي انبي. يتعادل انبي عن طريق هدافه الاول عادل مصطفى ولاق. اذا انبي يرجع المباراه من جديد ويتعادل لصالح نادي انبي 1-1. مفيش حد افضل من حد، انما شوف في مرحله احراز الهدف لانبي، وشوف المتابعه، عبد الواحد ممتاز والعارضه ممتازه، ودي قيمه الفول والمتابعه، واللاعب عادل مصطفى عايش جو الاهداف، يسجل هدف التعادل للفريق الانباوي. اذا المباراه هتاخدنا لل1-1 من جديد. الماتش ده متوقعين فيه كل حاجه، وانا قلت لحضراتكم من ال90 كره هتقول اماميه. خلاص بالنسبه لعادل مصطفى يا ولد العيب، شوف عارف ان مدافع الزمالك جاي ازاي. جمله جميله خطيره العرضيه خطيره جدا، جول انبي جول. والحكم المساعد هل رفع الرايه ولا لا؟ هنشوف هل حكم الساحه رفع الرايه او المساعد. والهدف الثاني لانبي، الهدف الثاني لصالح فريق نادي انبي. احمد عبد الظاهر، لسه بقول لحضراتكم لو نادي الزمالك ما خلاش باله من هجوم نادي انبي هيدفع الثمن. ابو جبل يتنطط، ابو جبل يتحرك، وياسر عبد الرؤوف يرد ويقوم. بص شوف القعده، بص المساعد، هل الباصه، هل الكره، هل فيها اوف سايد، هل فيها شك، هل عبد الواحد موجود، هل الهدف حقيقي، هل هناك شك في تسلل لصالح نادي الزمالك ام لا؟ اعتقد لو وقف عليها المخرج ممكن ناكد ونطمن عليها، المتابعه مش موجوده.